وصلنا أنا وأنت للخطوة الرابعة في طريقة حل الروبيك كيوب أو مكعب روبيك. عملنا 3 خطوات ووصلنا للمرحلة دي. دلوقتي هنبدأ مع بعض الخطوة الرابعة اللي هي المفروض توصل الكيوب بتاعي للمنظر ده، هتخليني أكون قادر أحل الطبقة التانية معي. بعد دي طبعا هفهمك ليه بعد شوية. كل اللي هيحصل في الخطوة الرابعة إني هبدأ أبص على الطبقة الفوقانية كده اللي لونها أصفر، وما انساش إن أنا دايمًا السايد الأبيض عندي تحت والسايد الأصفر باصص لفوق. هابُص على قطع الحواف من فوق اللي ما فيهاش لون أصفر، يعني مثلًا دي مش هتنفع معايا لإن فيها لون أصفر هنا، ودي كذلك. أُمّال أنا عايز إيه؟ أنا عايز واحدة من قطع الحواف في السايد الفوقاني ده ما فيهاش لون أصفر، زي دي. هاشوف اللون اللي تحت ده وأطابقه مع الcenter بتاعه اللي هيكون لونه أزرق في الحالة دي. شايف اللون الأزرق ده أنا خليته يبقى ماتش مع أو يتوافق مع السنتر الأزرق. هبص على اللون اللي فوق ده وأحاول أعرف بطرف عينيا إذا كان اللون ده ماشي مع السنتر اللي ناحية اليمين ولا ماشي مع السنتر اللي ناحية الشمال. في حالتنا هنا هلاقي إن اللونين دول عندي أدي السنتر اللي أنا وفقته، بس اللون اللي فوق ده متوافق مع السنتر بتاع اللي في الناحية الشمال. فاللي أنا هاعمله دلوقتي إني هالِف الside بتاعي ناحية الcenter بتاع الشمال اللي اللون ده متوافق معاه، بالمنظر ده. وبما إن أنا الcenter اللي متوافق معايا موجود على ناحية الشمال، فهاعمل الaction بتاعة الإيد الشمال اللي إحنا شُفناها في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هي الجنب الشمال لفوق 90 درجة، الجنب الفوقاني ناحية الشمال 90 درجة، وأنزل تاني. كده أنا نجحت في الخطوة ديّة، بس الخطوة دي سببت لي مشكلة بسيطة، وهي إنها خرّجت واحدة لونها أبيض من مكانها، فطبعًا أنا فاكر إزاي أرجّعها مكانها. هاشوف اللون التاني بتاعها اللي هو برتقاني، وهاماتشه مع الcenter البرتقاني، وبعدين هاعمل الحركة بتاعة الإيد اليمين الaction البسيطة دي، اللي هي فوق والوش الفوقاني على ناحية اليمين وبعدين أنزل تاني. كده يا صديقي أنا قرّبت خطوة من إني أحل الطبقة التانية، بس أنا حاسس إن أنت ما فهمتش شوية، فتعالَ نحاول نبُص مع بعض. تمام أوي، ما زلت في رحلة البحث عن قطعة من قطع الحواف في الوش الأصفر ما فيهاش لون أصفر، ومش هالاقي عندي حاليًا غير دي. اللي أنا باعمله عشان لو أنت ما فهمتش نراجع مع بعض تاني، إن هاحاول أوفّق اللون ده مع الcenter بتاعه، وفي حالتي هنا هو متوفّق أصلًا وجاهز، يبقى بعديها هابُص على اللون اللي فوقيه وأشوف هو متوافق مع الcenter اللي على اليمين ولا مع السنتر اللي على الشمال. مرة تانية لقيته متوافق مع السنتر اللي على الشمال، يبقى اللي هعمله إني هاخد السايد الفوقاني ده ألفه ناحية الشمال 90 درجة، وبعدين وأنا واقف في مكاني هعمل الأكشن بتاعة الإيد الشمال اللي هي بتقول الجنب الشمال لفوق، الجنب اللي فوق ناحية الشمال، وبعدين أنزل بالجنب الشمال تاني زي ما كان. أنا كده صلحت شوية لكن برضه بوظت القطعة الأبيض اللي دايما تخرج من مكانها، فهرجعها تاني. القطعة الأبيض هنا اللون اللي معاها أحمر فهوديه للسنتر الأحمر، وبعدين هاعمل الأكشن بتاعة الإيد اليمين اللي أنت حافظها المفروض تعملها بسرعة بقى. جميل جدًا. أنا كده ما فاضليش غير القطعة دي لو أنت واخد بالك هي اللي محتاج أغيّرها من مكانها، فهاشوف برضه قطعة من فوق من قطع الحواف ما فيهاش لون أصفر، دي فيها مش هتنفعني، دي فيها مش هتنفعني، دي فيها مش هتنفعني، دي ما فيهاش أصفر يبقى هي دي اللي هاشتغل عليها. اللون اللي تحت كده متوافق مع السنتر بتاعه، اللون اللي فوق هاشوف إذا كان مع الجنب اليمين والّا مع الجنب الشمال، لقيته مع الجنب اليمين يبقى هاحرّك المكعب الside الفوقاني ده الأب هاحرّكه المرّة دي ناحية اليمين، مش ناحية الشمال زي المرّتين اللي فاتوا، وهاعمل نفس الحركة بتاعة الأكشن بتاعة الإيد اليمين، وبعدين هارجّع المربع الأبيض اللي أنا بوّظته هو على الناحية الشمال المرّة دي، فهاعمل الtrigger أو الأكشن بتاعة الإيد الشمال. لمّا تبُص كده معايا يا صديقي هتلاقي نَفْسك حلّيت
طبقتين من الRubik Cube بتاعك بالإضافة للوش الأبيض اللي كنت شغّال عليه في البداية، وألف مبروك عليك أنت ما فاضلكش غير الطبقة الفوقانية بس دي والوش الأصفر، أنت بقيت عبقري يا صديقي، بس الخطوة اللي فاتت دي للأسف فيها exception ممكن يقابلك، وهو اللي أنا هاشرحه لك هنا. ممكن تحاول تلاقي قطعة من القطع الحواف اللي ما فيهاش أصفر، فما تلاقيش، تلاقي كلّه فيه أصفر زي دي كده. يبقى الحالة اللي قابلتني هنا إن كل القطع الحواف اللي فوق في الوش في الside الأصفر فيها قطع أصفر وأنا مش عايز ده. طيب أحل ده إزاي؟ هاشوف إيه هي القطعة الmisplaced أو اللي مكانها مش مضبوط، اللي هي دي. وبمنتهى البساطة هاعمل بس حركة الإيد اليمين اللي هي الaction الظريفة اللي أنا علّمتها لك ديّة. ما انساش إن أنا كده بوّظت واحدة في الأبيض، فهارجّعها تاني مكانها مع الcenter الأزرق. لمّا عملت الحركة دي هالاقي إن اتوفّرت لي بالفعل فوق قطعة من الوش الأصفر ما فيهاش أصفر اللي هي دي، فاروح أعمل فيها نفس الحركة. للمرّة الأخيرة هافهّمك الحركة دي بتتعمل إزاي. أنا عندي هنا لونين، لون أزرق ولون برتقاني، هاوفّق اللون اللي تحت ده مع الcenter اللي تحت اللي هو البرتقاني، فهالِف الside بتاعي لحد ما أوصل للcenter البرتقاني، وبعدين هابُص أشوف اللون اللي فوق متوافق مع الcenter اللي على الإيد اليمين والّا اللي على الإيد الشمال. فهنا في حالتي لقيت إن اللي فوق ده متوافق مع الإيد اليمين، فهالِف الside الفوقاني ده ناحية الإيد اليمين، وبعدين هاعمل الaction بتاعة الإيد اليمين. كده أنا تمام، بس في واحدة أبيض خرجت من مكانها ودي اللي أنا هاصلّحها حالًا مع الcenter الأزرق. هي هنا ناحية الشمال، فهادّيها الaction بتاعة الإيد الشمال. كده برضه أكون حلّيت طبقتين من الRubik Cube بتاعي. أنت قرّبت يا صديقي، اصبر معايا وهتلاقي الدنيا معاك تمام. لو حاسس إن في أي حاجة وقفت معاك أو واجهتك أي مشاكل وأنت شغّال عليها، يا ريت تسيب لي comment أو تسألني عن أي حاجة بتتعمل إزاي. أنا اسمي محمود عقل، أشوفك في بقية الخطوات.